3 حاجات تعملهم وانت صايم تضمن بهم دخول الجنة بإذن الله ووعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. يوم جديد من أيام هذا الشهر المبارك، نسأل الله تعالى أن يرزقنا خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما بعده، وأن يكفينا شره وشر ما فيه وشر ما بعده. اللهم نسألك في هذا اليوم المبارك من هذا الشهر المبارك سعادة ليس بعدها شقاء، ونجاة من كل مرض وبلاء. اللهم باعد بيننا وبين الهم والغم، أنا ومن قال آمين ومن شارك هذا المقطع كما باعدت بين الأرض والسماء. أحبتي في الله، من أصبح منكم صائما أقول له أنت محتاج مع صيامك 3 أعمال بسيطة تعملها أثناء اليوم، تاخد بهم عقد من سيدنا النبي إنك من أهل الجنة، خلاص مش تخش النار أبدا. وهذا هو الفوز العظيم. قال ربي في كتابه الكريم: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. اللهم هذا الفوز يا رب. والعمل الأول اللي تعمله وانت صايم يوجب لك دخول الجنة هو أن تطعم في يومك مسكين ولو على لقيمات. 2 أن تتبع جنازة ولو خطوات. 3 أن تزور مريض ولو لدقائق مش ساعات. 3 أعمال دول مع الصيام يضمنوا لحضرتك وحضرتك دخول الجنة. في الحديث الذي رواه الإمام مسلم رضي الله عنه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، شاركوا المقطع وصلوا على سيدنا النبي، شاركوا المقطع حبا في سيدنا النبي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما لأصحابه: من منكم اليوم أصبح صائما؟ فقال أبو بكر رضي الله عنه: أنا يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: من منكم اليوم عاد مريضا؟ فقال أبو بكر رضي الله عنه: أنا يا رسول الله. فقال النبي لأصحابه: من منكم اليوم أطعم مسكينا؟ فقال أبو بكر رضي الله عنه: أنا يا رسول الله. فقال لهم النبي سائلا: من منكم اليوم تبع جنازة؟ فقال أبو بكر رضي الله عنه: أنا يا رسول الله. هنا قال رسول الله: ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة، وفي رواية إلا وجبت له الجنة. يعني الحاجات دي اللي يعملها في يومه وهو صايم ربنا سبحانه وتعالى يكتبه من أهل الجنة، مش ممكن أبدا هيدخل النار. يلا نحرص على هذه الأعمال البسيطة كل يوم وإحنا صايمين عشان نفوز بالجنة، وهذا هو الفوز العظيم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم الحفاظ على هذه الأعمال، وأن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة ومن شارك هذا المقطع لينتفع به الناس. أحبكم في الله. تحياتي الشيخ حسام العزيزي. ربنا يجعل يومكم مبارك وكل أيامكم. السلام عليكم ورحمة الله.